مساء الخير عليكم جميعا، ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وبصحة واحسن حال. الفيديو بتاعنا النهاردة هشارك فيه معاكم كده منيو اكلات لشهر 30 اكلة، كلها اكلات اقتصادية كده وعلى قد ايدينا ان شاء الله. خدوا من الفيديو الافكار اللي تناسبكم، ودي مجرد كده ايه اقتراحات مني ليكم كده، باذن الله ان شاء الله تستفيدوا من الفيديو وتطلعوا منه كده بافكار باذن الله. فيلا بينا كده نسمي الله ونصلي على الرسول، نحط لايك للفيديو ونشترك في القناة لو لسه اول مرة بتشوفوا قناتي. فيلا بينا كده نبدأ مع بعض. اول حاجة عندنا هي فتة البتنجان. طبعا البتنجان دلوقتي سعره رخيص جدا، نقدر نعمل منه حاجات كتيرة كتيرة جدا، وعملنا في القناة وصفات كتيرة قوي للبتنجان، فتقدروا تعملوا الفتة دي مشبعة وحلوة جدا. تاني أكلة معانا وهي المحشي. طبعا المحشي يعني لوحده كده كفاية، مش لازم خالص تعملي معاه لحوم أو فراخ أو كده. انت ممكن تعمليه واعملي بقى محشي زي ما انت عايزة بقى، كرنب بقى، لو مخزنه ورق عنب ممكن تجيبي فلفل وبتنجان وكوسه بقى، وبصي اعملي حفله كده للمحشي واعملي له الشوربه انت في البيت، او لو مفرزه شوربه براحتك خالص. فبيبقى وجبه حلوه جدا، جنبها طبق سلطه وكفايه كده، وبيبقى فضل ونعمه. تالت حاجة عندنا صينية البطاطس. يعني تقدري تعمليها بالفراخ لو بتحبوا الأجنحة برضو، تقدري تعمليها بأجنحة الفراخ، وجنبها رز بشعرية وسلطة. رابع أكلة معانا وهي مكرونة والبيض والبطاطس المحمرة وطبق برضو سلطة. خامس أكلة مسقعة ومخلل وعيش، ودي من الحاجات الجميلة جدا بجد والله المشبعة. ممكن تحمري كمان شوية بطاطس كده جنبها. سادس أكلة معانا وهي العدس المدمس. طبعا عملته معاكم كتير قبل كده في القناة، يعني بجد والله العظيم يا بنات حلو جدا. انت ممكن بربع كيلو بس عدس، العدس بينفش كده معاكي وبيعمل كده طبقين حلوين، فتقدري تعمليه ومعاه يعني جنبه كده بتنجان مخلل، وممكن جرجير بقى، اي حاجة خضرة كده جنبه. سابع حاجة صينية العجة، من الحاجات اللي بجد جميلة جدا وبتدفي كده ومشبعة وحلوة قوي. انا عارفة ان البيض غالي، تقدري بقى تزودي خضار، مثلا لو 3 بيضات او 4 بيضات تزوديها بقى خضار وهتعمل معاكي صينية حلوة جدا. تامن وجبة معانا وهي اي نوع خضار بقى، لوبيا او رز او لوبيا او فاصوليا او سبانخ، ومعاها طبق رز بشعرية برضو وسلطة ومخلل. تاسع أكلة معانا وهي الكشري الاسكندراني، برضو بيبقى من الحاجات الجميلة جدا. ما بتحبيش الكشري الاسكندراني دوت، ممكن تعملي الكشري المصري العادي بتاعنا، وبتبقى برضو وجبة جميلة جدا. عاشر وجبة معانا وهي صينية سمك بقى في الفرن، ورز صيادية وسلطة الطحينة. طبعا مش كله قرديحي كده، يعني ايه، نروق عليهم شوية. السمك يعني من الحاجات اللي هي مفيدة وحلوة جدا، اي نعم برضو السعر بتاعه بقى غالي قوي، بس تقدري تجيبي كيلو ونص بقى او 2 كيلو على حسب عدد افراد اسرتك كده، وتعمليها مرة واحدة في الاسبوع او مرتين، يعني او مرة في كل اسبوعين يعني او حاجة. بس السمك مهم جدا. الوجبة ال11 وهي قرنبيط. طبعا مالي السوق دلوقتي، تقدري تجيبي القرنبيط، ممكن تعمليه بكذا طريقة، يعني مش شرط تحمريه، بيبقى ليه يعني طرق كتير غير التحمير. الوجبة ال12 معانا وهي حواوشي الفراخ بنص كيلو بانيه بس، وممكن تعملي جنبها بقى شيبسي ومخلل، ودي انا عملتها معاكم في القناة وبجد بيبقى تحفة، بيبقى حلو جدا وبيرمي معاكي، يعني بيعمل 12 رغيف. الوجبة ال12 او ال13 معانا وهي فول بالتخديعة كده، وطعمية وسلطة وعيش، وما تستغربوش والله بتبقى يعني عادي، مش شرط يعني تبقى فطار، ممكن تبقى غدا، ويعني حلو جدا. الوجبة ال14 معانا وهي كشري مصري. زي ما قلت لكم الكشري بيرمي معاكم كمية حلوة جدا، ممكن يقضي معاكم كمان يومين، فبيبقى من الحاجات اللي بجد يعني بتبقى حلوة قوي. ال15 سندوتشات بطاطس سوري بقى، ومعاها شيبسي وطحينة او تومية. برضو من الحاجات السهلة والسريعة جدا، تقدري تعملي التومية في البيت بطريقة سهلة، عملتها برضو معاكم قبل كده. والبطاطس دلوقتي رخيصة وبقت حلوة جدا، يعني ب10 جنيه كيلو، وفي ناس بتباعها ب8 جنيه برضو، فتقدري تجيبي كده وتعملي لهم برضو السندوتشات دي، هتبقى حلوة قوي. الوجبة ال16 معانا وهي البصارة برضو من الحاجات المشبعة والحلوة جدا، ومعاها بقى بتنجان مخلل او طماطم مخللة، وبتبقى جميلة. ال17 معانا جلاش بالجبنة والزيتون، اللي هي بميكس الجبن ده، بيبقى تحفة بجد يا بنات والله العظيم، بيبقى حلو جدا، يعني انا بحبه اكتر من الجلاش باللحمة المفرومة، سبحان الله والله بيبقى طعمه حلو قوي. ومعاها بقى بطاطس فريسكس كده ومخلل.
ال18 معانا ممكن بقى ايه تغيروا كده شويه وتعملي بقى فطير. لو انت شاطره في عمايل الفطير كده اعملي لهم فطير وجبنه بقى حادقه او بالطماطم كده، تعملي لها بقى ايه طماطم وفلفل بقى وحاجات من دي وطبق عسل وبتبقى تحفه. الوجبة 19 معانا بقى وهي حواوشي البطاطس، برضو من الحاجات اللي هي بصوا اقتصادية جدا 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 وبتبقى حلوة قوي، وانا عملتها برضو معاكم. قلبوا بقى في القناة كده هتلاقي كل الحاجات دي. ال20 معانا بقى ممكن نجيب نص كيلو رنجة وبصل وعيش بقى وشيبسي وعيش بقى. ال21 صينية كوسة كده او صينية بطاطس مع رز معمر وسلطة، وبصوا بيبقى يعني تحفة من غير لا فراخ بقى ولا لحمة ولا اي حاجة. ال22 مكرونه فرن بربع كيلو بس من اللحمه المفرومه، وممكن كمان تعملوها برضو بقطعتين كده بانيه، او ممكن كده نص كيلو من الكبده، كبده فراخ، وبتبقى برضو جميله جدا. الوجبه بقى ال23 جبنه حادقه بالطماطم والطحينه وبطاطس محمره وبيض مسلوق او اومليت وعيش بقى واي خضار. ال24 بفتيك كداب بربع كيلو بس من المفروم ومكرونه وسلطه. ال25 هيبقى محشي ورق خاص وبيبقى حلو جدا ومعاه سلطه خضراء. الوجبه 26 بقى تبقى طبق ملوخيه كده وبتنجان مخلل ورز بشعريه، ولو في امكانيه نعمل فراخ تمام. الوجبه 27 وهي فطير شرقي بالجلاش، وبرده بيبقى حلو جدا، انا عملته معاكم فيديو كده شوفوه وهيعجبكم قوي. ال28 عندنا بقى سلطه بتنجان او بابا غنوج ومعاه بطاطس مهروسه. سلطه البتنجان دي احنا مش بنحمر فيها البتنجان، انا بشويه وبقطعه كده وبعمل له نفس الصلصه بتاعت المسقعه، وبحط عليها البتنجان المشوي، بتبقى خفيفه وجميله جدا. وممكن بقى معاها بطاطس مهروسه بالثوم كده والزبده ومعاها عيش، وممكن طبق بيض اومليت. ال29 ممكن نعمل ناجتس بنص كيلو من البانيه ومعاه مكرونه، او ممكن نعمله سندوتشات كده معاه طرنشات طماطم وفلفل. اخر وجبه معانا ممكن نعمل بيتزا باي حشوه بقى متوفره عندك، او نعمل شاورما فراخ برضو، بتبقى من الحاجات السهله كده والبسيطه. لو عملناها في البيت طبعا هيبقى اوفر بكتير من ان احنا نجيب الحاجات دي كلها من بره. لحد هنا وكون وصلت معاكم لنهايه الفيديو، يا رب يكونوا كده اخدتوا منه افكار باذن الله. الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش بقى تحطوا لايك للفيديو لو خدتوا منه كده افكار، وتشتركوا في القناه. ودي بعض الحاجات اللي احنا عملناها كده مع بعض. خدوا كده لفه في القناه، ان شاء الله هتلاقوا كل الوصفات اللي احنا قلناها دي موجوده بالتفصيل، واحنا يعني عملناها كلها مع بعض. فبتمنى ان انتوا تشوفوها وان شاء الله تعجبكم. فاشوفكم ان شاء الله على خير، فيديوهات تانية جايه كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.